تحية عطرة نزفها إليكم من الفضائية الإريترية، ونشرة الأخبار نقدمها لكم لكن نستهلها كالعادة بالعناوين. مشروع قرصة الزراعية يشهد نموا ملموسا في تربية الماشية. أهمية دور المجتمع للتخفيف من المعاناة الاجتماعية. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم دورة تدريبية لأعضائها في الكشبركة. تركيا ترفض طلب واشنطن التخلي عن أنظمة إس 400 الروسية. ترامب يشيد بالطاقات الهائلة لدول آسيا الوسطى الخمس. والمكسيك وفرنسا تعلنان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثقافي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مسؤول تنمية الثروة الحيوانية في مشروع قرصة الزراعية السيد كبرام قبرو إن برنامج تربية المواشي يحقق نتائج مشجعة. وذكر السيد كبرام لدى إفادته لوكالة أنباء الرينا إن تربية المواشي تحظى باهتمام كبير إلى جانب برامج التنمية الزراعية الأخرى، مضيفا أن الأبقار والأغنام والإبل التي يتم تربيتها بالرعاية المناسبة تباع للمجتمع والمؤسسات الحكومية المختلفة بأسعار رمزية خلال الأعياد الدينية. وأضاف أن أعداد الماشية والأغنام تتزايد من وقت لآخر نتيجة وجود كميات كافية من المياه والأعلاف الإضافية في المشروع مع توفر أخصائيين ماهرين في تربية المواشي. وأكد السيد كبرام في ختام حديثه لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن عملية تربية الماشية في مشروع قرصة الزراعي تركز بشكل أساسي على إنتاج اللحوم، وأن السلالات الموجودة هي سلالات عالية الإنتاجية من الحليب واللحوم، وأنه يتم العمل على زيادة إعدادها مستقبلا. ذكر المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد مهرة أب في السحيم ذكر أن دور المجتمع هو الخيار الأفضل للقضاء على الصعوبات التي تواجه المجتمع وتخفيف معاناتهم. وأوضح أن قسم الرعاية الاجتماعية يقوم بتنفيذ أنشطته في جميع أنحاء البلاد لتحسين معيشة المواطنين وتنمية الموارد البشرية على أساس مبادئ وسياسات الحكومة الإريترية بناء على تقاليد وثقافة المجتمع وتجارب نضالنا التحررية التي سعت لمكافحة الفقر وتأكيد العدالة الاجتماعية. وأضاف أن دور ومساهمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة كبير ومهم في الجهود المبذولة للتغلب على مشاكلهم وعيش حياتهم باستقلالية. وذكر أنه تم تنظيم حملة توعوية شارك فيها 260 ألف شخص في النصف الأول من العام الجاري لتعزيز نمط الحياة الأسري وتخفيف المعاناة الاجتماعية. وبناء على ذلك تم في النصف الأول من عام 2025 توفير الدعم الأساسي ل 387 أسرة تضم 1358 طفلا، وتوفير اللوازم المدرسية ل 7320 طالبا، وتنظيم التدريب المهني ل 12 طفلا من الأطفال المشردين، وتقديم المساعدة ل 311 يتيما وضحايا فيروس نقص المناعة البشرية الأيدز. كما تضمنت برامج الرعاية الاجتماعية التي تعمل على دعم المعاقين وتمكينهم استفادة منها 249 أسرة في مجمع دندن السكني بتلقي 1800 نقفة شهريا، وتلقي 3340 شخصا من ذوي الإعاقة في المناطق دعما شهريا قدره 1000 نقفة، وتم إنفاق حوالي 30 مليون نقفة في هذا البرنامج في الفترة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك تم توفير المساعدة الاختيارية في التأهيل والتدريب المهني للمعاقين والنساء المحتاجين والشباب إلى جانب كبار السن. وفي النصف الأول من عام 2025 دفعت الحكومة ما مجموعها أكثر من 74 مليون نقفة لأسر الشهداء، فيما تم توزيع ما يزيد عن 4.6 مليون نقفة تبرع بها المواطنون المقيمون بالداخل والمهجر على 997 أسرة من أسر الشهداء.
نظم فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم الكاشبركا دورة تدريبية في الفترة من 4 حتى 6 من نوفمبر في مدينة بارنتوم، تركزت حول الإدارة والقيادة، ونظمت ل30 من أعضائه العاملين في مؤسسة الريتيل والبنك والكهرباء والخدمة البريدية وشركة توزيع الكوكاكولا ومشروع شمشمية الزراعي وشركة السكن وبالدهول للإنشاءات. وأوضح مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم الكاشبركا السيد عبد صالح، ذكر أن التدريب شمل الإدارة والقيادة وأهمية التنظيم وأساليب حل النزاعات وقيادة النقابات وطرق الحوار الجمعية، فضلا عن السلامة الصحية في مكان العمل والمواضيع ذات الصلة. كما عقد فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم الكاشبركا سيمينارا حول أهمية خلق فرص عمل آمنة ومرضية وفوائد العلاقات الصحية في الإنتاجية. عقد سيمينار في مديرية تسني لتوعية الطلاب الشباب بأهمية التعليم والقانون، ودعا مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد ملس جبراي في السيمينار الذي عقده لحوالي 4000 طالب من المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى رفع وعيهم وتقوية التأطير واكتساب معارف ومهارات مميزة. وقال قائد مركز شرطة مديرية تسني النقيب عبد النور شريف إن معرفة القانون تضمن السلامة وحث الطلاب على الالتزام بالقانون، لأن معظم مرتكبي الجرائم والمخالفات في المديرية هم من الشباب. من جانبه دعا مسؤول مكافحة الجريمة في مركز شرطة المديرية السيد رمضان عمر الطلاب، دعاهم على اليقظة والقيام بدورهم في مكافحة الجريمة. وأعرب الطلاب عن تقديرهم للمحاضرة المقدمة بالتنسيق بين الاتحاد الوطني للشباب والطلبة والشرطة. ارتفع عدد الأمهات الخاضعات للمتابعة قبل الولادة في مركز حليب منتل الصحي الواقع في مديرية علبرعد. وأفاد مسؤول المركز الصحي بحليب منتل الممرض أفورقي إسحاق أن 40% من النساء الحوامل التي بدأت المتابعة خلال الأشهر ال9 الماضية خضعن للمتابعة الصحية ل4 مرات، وأن 30% منهن خضعن للمتابعة الصحية 8 مرات. وذكر أن جميع الأمهات التي تلقين المتابعة وضعن حملهن في المرافق الصحية ولم تلد أي أم في المنزل. وأضاف الممرض أفورقي أن 52% من النساء الحوامل التي خضعن للمتابعة الدورية حضرن شخصيا مع أزواجهن لإجراء الفحوصات اللازمة. وختم حديثه بالحث على الاهتمام فيما يخص مشكلة النقص في المختبرات والطاقة الشمسية. هذا ويقدم مركز حليب منتل الصحي الخدمات لسكان مناطق حليب منتل وغولو وحسن وشاركي وبسوق. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قالت مصادر إن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400 بناء على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمناقشة آلية تحقق مشتركا. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن تركيا أعربت عن استعدادها للتنازل عن صواريخ S-400 الروسية، لكنها رفضت التخلي عنها تماما كما تطالب واشنطن. ووقعت روسيا وتركيا عقدا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لشراء فوج كامل من أنظمة S-400 والتي تم تسليمها في صيف وخريف عام 2019. وفي وقت سابق نفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن التخلص من منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400 عن طريق بيعها إلى الهند أو باكستان لإنهاء أزمة حصولها على مقاتلات F-35 الشبحية الأمريكية. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطاقات الهائلة لدول آسيا الوسطى، وذلك خلال استقباله في واشنطن للمرة الأولى قادة الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في المنطقة التي تشهد منافسة على النفوذ لما تحويه من موارد طبيعية. وقال ترامب خلال مأدبة عشاء أقامها لقادة كازاخستان وقرقيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان
إننا نعزز شراكتنا الاستراتيجية ونحسن تعاوننا العسكري. وكان ترامب أعلن عن اتفاق تجاري مع أوزبكستان تستثمر بموجبه الأخير نحو 35 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وأكثر من 100 مليار على مدى 10 سنوات في قطاعات أمريكية أساسية مثل الطيران والمعادن الاستراتيجية والتكنولوجيا. أعلنت المكسيك وفرنسا خططا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثقافي في إطار سعي المكسيك لتوسيع علاقاتها التجارية مع أوروبا أمام الرسوم الجمركية الأمريكية. جاء الإعلان عقب لقاء الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الوطني بالعاصمة، خلال أول زيارة رسمية لماكرون إلى المكسيك. ويأتي التقارب بعد أشهر من جهود المكسيك لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ظل توترات تجارية مع الولايات المتحدة التي تفرض رسوما تصل إلى 50% على منتجات مكسيكية مثل الصلب والنحاس والطماطم خارج اتفاقية التجارة الحرة. أعلنت أفغانستان وباكستان فشل محادثات السلام التي جرت بين وفديهما في مدينة اسطنبول بتركيا، وأكدتا أن الجولة الثالثة من المحادثات لم تسفر عن نتائج. فمن ناحيته قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود تماما. وأوضح آصف أن الوفد الأفغاني اتفق مع نظيره الباكستاني، لكن الأفغان لم يكونوا مستعدين لتوقيع أي اتفاق مكتوب، مؤكدا أن باكستان لن تقبل أي اتفاق رسمي غير مكتوب. وقال إن الوفد الأفغاني المفاوض أراد ضمانات شفوية، لكن هذا مستحيل في المفاوضات الدولية. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أنه خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، في حين لم يبدأ أي استعداد لتحمل أي مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. مشروع قرصة الزراعية يشهد نموا ملموسا في تربية الماشية. أهمية دور المجتمع للتخفيف من المعاناة الاجتماعية. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم دورة تدريبية لأعضائها في القشبركة. تركيا ترفض طلب واشنطن التخلي عن أنظمة إس 400 الروسية. ترامب يشيد بالطاقات الهائلة لدول آسيا الوسطى الخمس. والمكسيك وفرنسا تعلنان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثقافي. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.